انا جبت كيلو ونص من الكبد القوانص. طبعا نضفنا كويس جدا، مش هنشغل دماغكم عشان الفيديو ما يطولش. خدنا القوانص مع القلوب لوحدها، هنشوحها في السمنه زي ما انتم شايفين كده بالمنظر دوت. في حين على شمالنا كده لو بصيتوا، دي حله في نصها ميه ومولع عليها البوتاجاز. هنحط فيها ايه بقى الحله ديت؟ هنحط فيها معلقه من الخل، معلقه كبيره شويه، وكام فص حبهان. ولو عندك ورق غار حط ورق غار. الحاجات العطرية ديت حلوة جدا، هتشيل الزفارة بتاعت الكبدة بتاعتي. وخرطنا 3 بصلات كبار، هننزل بيهم على القوانص والقلوب بتاعتنا. نقلبهم كده تقليبة والتانية، ونقوم حاطين بقى معلقة الفلفل الأسمر، هيتفاعل مع البصل ويدي ريحة زي الفل. ونص معلقة فلفل أسمر في الحلة اللي فيها مية. هننزل بالملح هنا وبالملح هنا، ونقلب بقى البصل مع الفلفل الأسمر مع القوانص مع القلوب، هتطلع الريحة الجميلة وفحفحة المطبخ كله. هنحط بقى هنا ذرة من القرفة الناعمة على على القوانص والقلوب وعلى المية بتاعتنا، ونص معلقة من الكاري، ودي بديل المرقة. كده احنا تبلنا الوصفة بتاعتنا. هنقلبها كده تقليبة والتانية، وهنركنها على جنب، نحط الغطا بتاعنا. بس خلاص كده. هنيجي بقى بعد ما فتحنا ب5 دقايق، حطيت ورق الفويل ده وغطيت. ليه عملت كده؟ عشان الناس هتسألني، عشان انا عندي غطا الحلة دوت مش بتاع الطاسة، فبالتالي عشان اكتم الضغط فحطيت ورق الفويل. ادي الكبدة بتاعتي انا منضفها وزي الفل، زي ما انتم شايفين الطبق مفيش فيه نقطة دم. حطيتهم فين؟ في المية اللي انا وريتكم حطيت فيها ايه. هديها بالظبط صدمة تاخد 5 دقايق 6 دقايق بالكتير قوي. ودي طماطمايه لسه هحطها دلوقتي على القوانص والقلوب. ايه السر ان انا حطيتها دلوقتي؟ مفيش سر ولا حاجه، ده يا ام محمد نسيتها، ده من الاخر يعني. وهترجع تقفل تاني بعد ما قلبتهم كلهم على بعضهم زي الفل كده يا جماعه. تمام جدا كده. اول جزء من الفيديو خلص. تمام. هنعمل ايه بقى؟ المكرونه بتاعتنا. كيس مكرونه هنحمره مع معلقه من السمنه زي ما انتم شايفين بالمنظر ده، ومعلقه من الزيت، يبقى زيت على سمنه. وهنحمر المكرونه. كيس المكرونه ده بكام؟ كيس المكرونه ده بقى وصل ل10 جنيه زي الفل، كلنا كده عارفين الاسعار. وهنقلب المكرونه نحمرها، وبعدين دول 3 حبات طماطم فرمناهم وحطينا عليهم معلقه من السكر وهي بتتفرم، ونزلنا بيهم على المكرونه تقليبه والتانيه. وهنبتدي نحط كوبايتين او 3 كوبايات من الشوربه. ما عندكيش شوربه زودي مرقه، زودي ميه وحطي مكعب مرق، مع نص معلقة من الكمون، ملح وفلفل أسمر. وهنقلب وشكرا على كده، نغطي وكده المكرونة خلصت. الكبد طلعت اهيت بعد 5 دقايق. هنسيبها تتهوى، ونشيل طبعا ورق الغار ده وهنقطعها. هي كده يا جماعة ما استوتش. وهبتدي افتح على الطاسة بتاعتي زي ما انتم شايفين. نخلي بالنا ان انا ما زودتش مية نهائي، هي البصل اللي نزلت ميتها والقوانص نزلت ميتها. هبتدي انزل بالقلوب بتاعتي، بالكبد بتاعتي زي ما انتوا شايفين اهي لسه حمرا ما استوتش. هقلب بقى كل الجمال ده مع بعضه ببراحه كده. انا الوصفه دي كده بالظبط خدت القوانص والقلوب نص ساعه، بعد ما هنزل بالكبده هتاخد 10 دقايق والموضوع انتهى. حطيت ورق الفويل عشان اكتم الطاسه وقفلت الغطا بتاعي. بعد 10 دقايق فتحت على الاكل كله استوى. يا رب الوصفة تعجبكم وتنول إعجابكم. واللي لسه هيشوفني جديد، إحنا مطبخنا بسيط وعلى قد الإيد. لو عجبك الفيديو اعملي لايك وشير واشترك عندي كمان في الصفحة. عندنا قناة لو حابين تخشوا عليها فعلى اليوتيوب، عندي قناة اسمها مطبخ هاني وهبة، وفي قناة تانية اسمها مش شيف. اللي عايز يشترك في ديت وديت براحتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.